حتى مطرح يعني المسؤول الحكومي انا قدامي حلين. انا ما عنديش امن وخايف ان انا ما اوصلش للمستوى الامن اللي يخليني ما اهربش السولار او ما اهربش البنزين او ما الى ذلك. لا، فبعمل رفع الدعم. يعني هي فكره، ما انا لو اشتريته بالسعر العالمي مش هيتهرب. هترفع التضخم في وقت عندك فيه قود، هتزود عندك هي من ضمن الافكار. هو الحلول بتتحط قدام متخذ القرار. تمام، بس عليه ان يختار الحل الذي يستطيع. السولار والمواد البتروليه هي عصب الاسعار في الدوله. تمام، احنا هنا لو حصل اي يعني لو جينا بجانب من اي جوانب من الجوانب ناحيه المواد المحركات، كل ده هيؤدي لارتفاع كل المنتجات في مصر، والتضخم هيبقى فوق المعدل الطبيعي. تمام، هيبقى فوق المعدل الطبيعي. التضخم اللي هيحصل في مصر بسبب رفع الدعم مش هيبقى محدود. ممكن ده يؤدي الى توابع سياسيه ووقفات شعبيه غير عاديه، لان احنا دلوقتي داخلين ان المواطن المصري وصل لمرحله ان هو ان هو مش قادر يعيش في مصر بسبب التضخم اللي مش طبيعي اللي بيحصل في اي واللي بيزداد يوم عن يوم. خلينا واقعيين، احنا دخلنا من 7 ل 9 في شهر. بالظبط، شهر خدنا 2% زياده في التضخم، وده واضح ولسه هيزيد اكتر في حاله بيحصل كارثه. فاهم ازاي؟ في حاله رفع السولار، الدعم عن السولار هو الناقل الرسمي لكل السلع المصريه. بس هو في نفس الوقت ومع السولار عنده ضغط عليه، لان احنا عندي المنتجين دلوقتي انت عندك ازمه في السيوله الماليه وخصوصا في العملات الاجنبيه، وعندك نقص في الاحتياطي، فمضطر ان انت ما بقتش عندك ثقه عند المورد ان انت دلوقتي تديله كاش، وصعب ان انت تديله كاش، فهو قدام متخذ القرار انت هو عنده كارثه. يعني عندنا في مصر مؤشر كونسيومر برايس اندكس او مؤشر اسعار المستهلكين في مصر ارتفع بعد الثوره ارتفاع غير طبيعي طبقا لاحصائيات غير رسميه. تمام، الاحصائيات الرسميه بتقول لا ان هو ارتفع كام في المية، لا هو ارتفع بارتفاعات جنونيه في مصر الكونسيومر برايس اندكس، وادى لارتفاع الانفليشن بالاضافه الى البرودكت برايس اندكس يعني رفع التضخم، وده هيؤدي فاهم ازاي ان دلوقتي المواطن دخله ما عادش قادر يكفي احتياجاته، في ظل ان احنا عملنا لما حصل بعد الثوره حاولنا نرضي كل الناس الموجوده، فتحنا الرواتب بكميات عاليه، زاد الانفاق الحكومي على المرتبات، حصل الاتي اللي هو اهم عنصر في التضخم اللي هو الزياده في دخل الافراد لا يواجهها زياده في الانتاج، فادى التضخم اللي مش عادي موجود في الدوله. تمام، حضرتك بكلمك ان دلوقتي دبي، في كلمه الاستاذ محسن، دبي جاذبه جدا للاستثمارات. في اخر زياره لدبي جبل علي جذب اكتر في اخر سنه 5000 مصنع فتحوا يعني السنه دي في جبل علي. منطقه حره، احنا عايزين نهتم بالمناطق الحره في مصر. تمام، بورسعيد كانت المفروض تبقى هي نفس فكره جبل علي. تمام، جذب استثمار لمصر. حضرتك اتفرج دلوقتي على لو انت في امريكا او في اي دوله من دول العالم هتلاقي ان مكتوب على معظم المنتجات ميد ان ايه اميريتس. فاهم ازاي؟ كل المناطق في الامارات المتحده. تمام، على عكس احنا في مصر دلوقتي الانتاج المصري احنا عندنا في مصر قفل 15,000 مصنع من بعد الثوره. احنا كان عندنا الرقم ده، انا يعني الرقم اللي وصلني رقم 1500. لا 1500 وفي احصاءات اخرى بتقول 2000. طيب هو بيقول دلوقتي يعني متخذ القرار بيقول انا عاوز اجتذب مصانع جديده، بس غياب الامن وغياب مش عارف ايه هو اللي عامل المشكله. تمام، طيب هل غياب الامن هو الاساس ام ان انا اصلا ما عنديش خطه او ما عنديش اجراءات تحفيزيه ومش جاذب للاستثمار؟ مين فيهم الاول؟ الاثنين. مين فيهم الاول برضه يا استاذ محسن؟ شوف، انت موضوع الامن خلق عندك حاله من حالات الارتباك في الدوله كلها. وفي نفس الوقت كمان انت الحكومه بتتعامل بمنطق الحل المشكلات اليوميه. والمشكله ان انت لما جيت تفكر في حلول المشكلات الاقتصاديه بدات تفكر فيها بالشكل التقليدي جدا. لدرجه ان ااحنا داخلين بكره تحديدا يوم الاثنين في مشكله يجب ان الحكومه تنتبه اليها بشكل غير طبيعي. بعثه صندوق النقد الدولي اذا حاولت في البعثه الفنيه انها تتفاوض على ان مصر تحصل على قرض قصير الاجل او قرض معبري، يجب ان تكون رسالتنا من البدايه رفض نهائي، رفض قاطع. هذا الامر غير مقبول على الاطلاق. طب مصر مش مشكلتها في الكاش، مصر مشكلتها الحقيقيه في شهاده ضمان اقتصادي، ان انت عندك برنامج اصلاح اقتصادي قادر وقابل للتحقيق وللنمو خلال الفتره الحاليه. والقرض الطارئ مش هيعمل ده، مش هيحل ده، بس بالعكس ده هيوجه رساله سلبيه للعالم كله ان انت وصل بيك السوق في الوضع الاقتصادي انك بتاخذ قروض من مؤسسات دوليه لهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه القيمه البسيطه. طب خرج علينا جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس وقال مصر لم ترفض، القرض الطارئ رغم ان احنا عندنا رأس تقبله حتى الان لم ترفضه. اتقال قبلها باسبوعين ثاني وايضا لم نقبله. هم تحدثوا
في بعثه من السيد مسعود احمد عندما زار مصر وهو المدير الاقليمي اللي في صندوق النقد الدولي، وتحدث مع المسؤولين على هذا الامر، لم نقبله ولم نرفضه حتى هذه اللحظه. وقيل ان في بعثه فنيه هتيجي عشان تتناقش في برنامج الاصلاح الاقتصادي المعدل، وعشان كده بدءا من النهارده هتبدا مجلس الشورى مناقشه التعديلات الضريبيه. واللي باكد مره ثانيه ان مجتمع سوق المال المصري لن يقبل بهذه التعديلات بشكلها الحالي، لانها تعديلات هتدمر هذا السوق وهتوقفه تماما. نحن نعلم اهميه هذه التعديلات بالنسبه للحصول على هذا القرض، واهميه هذا القرض بالنسبه للاقتصاد المصري، ولكن هذا الامر سوف يقضي على صناعه بقالنا اكثر من 20 سنه تقريبا من سنه 92 وحتى الان بنحاول ان احنا نحييها بعد ما 30 سنه، وبعد ما ناس فينا تعبت وطلع عينها وبنيناها من تحت لفوق. ما ينفعش النهارده الحكومه المصريه عشان حصيله هزيله بهذا الشكل لا تتجاوز مستويات النص مليار جنيه او المليار جنيه حتى في السنه، يمكن تحقيقها بالاف الطرق والاف الوسائل، انها تدمر صناعه بهذا الشكل بيعمل فيها 40,000 موظف، 1.7 مليون مستثمر، وفيها حجم استثمارات يمثل ثلث الناتج المحلي الاجمالي، فيها حجم تدفقات بيمثل 12% من الاستثمارات الاجنبيه في مصر، فيها اكثر من 18% من العماله الصناعيه اللي موجوده في مصر، فيها اكبر 11 شركه مقيده داخل مصر وتصنف على مستوى الشركات العالميه. هذا الامر لن يقبل ولن نتوقف فيه، وهنتوجه لمجلس الشورى ومش هنقف عند هذا المستوى. طيب الحكومه يجب الا تقبل هذا القرض المعبري او الطارئ او قصير الاجل بغض النظر عن اسمه. احنا محتاجين شهاده بصحه هذا الاقتصاد. تصنيفاتنا اللي بتتراجع كل يوم نتيجه وضع سياسي ووضع امني هي امر لا يجب ان يواجه الا بمثل هذه الشهاده. طب انا برايي طبعا ان انت محتد، لان انت شايف ان في حاجه احنا بنخسرها، وبتتكلم من منظور ان انت خايف على هذه البلد وكاقتصادي. طيب واحنا بنتكلم على ده لازم نبقى عارفين برضو، وازيدك من الشعر بيت، احنا عندنا مشروع انت شايف ان هو الامل اللي هو الصكوك. انت بتخرب السوق اداه تمويليه، كاداه تمويليه انت شايفها هي الافضل وهي المستقبل لمصر. يعني انا بس بشرح الفكره بتاعته. هو شايف بين قوسين ان هي الاداه الافضل، هي الاداه اللي هتعمل تغيير في الاستثمار في مصر، الاداه اللي هتجيب لنا 50 مليار، وبالتالي وهذه الاداه ستحتاج الى هذا السوق، وبالتالي لا تدمر هذا السوق اللي انت هتحتاجه بعد شويه. وانا بزيد من هذه الفكره وبرجع بالسؤال تاني، من الاول؟ الامن ام ان انت يكون عندك خطه اقتصاديه متكامله؟ هما الاثنين مزيج. مين الاول برضه؟ يعني مثلا نفس السؤال. الامن الاول. الامن، المستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي في هذه اللحظه بيدور على ملاذ، يعني بيدور على الامن، لان هو كل واحد هنا في كل مستثمر اجنبي او مستثمر محلي بيدور في هذه اللحظه على الملاذ الامن لاستثماراته. انا جايب استثمارات لمصر، تمام؟ فانا لازم احافظ على الاستثمارات دي من خلال الامن. الامن هو المحور الاساسي الاول للحفاظ على الاستثمار، تمام؟ انا بتكلم في هذه النقطه ان الامن، وبعد كده يبقى عندنا بعد انتخابات مجلس النواب هيكون في رؤيه واضحه، يكون في خطه واضحه. في امبارح على بوابه الاهرام شفت خبر مش عارف صحته قد ايه، ان وزير الماليه العراقي قال ان القرض الوديعه اللي ب 4 مليار تم رفضها، وان مصر ان العراق لم تقدم وديعه. الخبر على ما نعرف لغايه دلوقتي، وانا يمكن ما قلتوش من ضمن الاخبار، بس الخبر بنسبه كبيره هو صحيح، لان في رد من الرئاسه ان لسه في مفاوضات، ولسه وزير التخطيط او التعاون الدولي هيتوجه للعراق هذا الاسبوع مره اخرى، وبالتالي ده تكمله الخبر. ففي نسبه كبيره بس الكلام حصل امبارح من وزير الماليه العراقي كان كلام لا يليق بحجم مصر المالي، تمام؟ احنا حجمنا المالي في مصر وحجمنا الاستثماري في مصر اكبر من ان احنا ناخد. احنا عندنا في مصر لو قدرنا نعمل اصلاحات اقتصاديه سياسيه ضريبيه سليمه، احنا عندنا في مصر دخل كبير جدا، وعندنا امكانيات زي ما محسن بيه قال. احنا ممكن نجيب لو في لحظه واحده بس قدرنا نصلح او قدرنا نقف جنب القطاع السياحي، هنقدر ندخل من خلاله القطاع المالي. السياحه عايزه الامن، وعايزه ان انت ما تتكلمش على السياحه انها صناعه مرفوضه، وده اتقال في الاعلام. بالظبط. في كذا حاجه في السياحه. صناعه السياحه هي، انا وجهه نظري الشخصيه، صناعه السياحه والصناعه الماليه في اسواق المال هم صناعتين اللي هم امل مصر الفتره القادمه، تمام؟ امل مصر الامن يعود، يضخ اموال واستثمارات وتشجيع مستثمرين في القطاع السياحي والقطاع المالي. واحنا هنا شفنا الفتره الاخيره ان اكبر فرض ضرائب تم على القطاعين، والقطاعين بيعانوا في الفتره اللي فاتت. على العكس، انا كدوله دوري ان اقف جنب القطاع السياحي والقطاع المالي. لا حصل العكس، حصل من فرض ضرائب على القطاعين، ان هم القطاعين بيحققوا ارباح كتيره، بس الفتره الحاليه هم بقالهم سنتين بيعانوا معاناه كبيره جدا. لا، انا كدوله لازم وجهه نظري الشخصيه اقف جنب القطاع السياحي،
الدخل من السياحه. مش لازم اقف جنبه بس ما افرضش عليه ضرايب يعني. هو مش لازم يبقى في دعم لان طبعا مش كل دي اولويات. انا مش قصدي على الدعم، انا قصدي ان هو على الاقل ما يفرضش عليه ضرايب جديده. تمام. الضرايب هي المشكله، التخبط قلتها في اول حواري، التخبط الضريبي في مصر هو المشكله بالاضافه للتخبط الامني. هم التخبطين دول المشكله. دكتور محمد النظامي خبير اسواق المال العالميه بنشكرك. شكرا يا فندم. صباح الخير يا مصر. وبشكر استاذ محسن عادل خبير المالي. شكرا لوجودك معنا وصباح الخير. وما زالت فقراتنا معكم مستمره. نتجه الان الى الزميل محمد حسان ونشرة اخبار